سؤال غريب جدًا بس كويس إن هو اتسأل، لإن ما دام في واحدة سألته يبقى أكيد بيدور في بال أمهات تانيين. الأم هنا بتقول أنا مش عاوزة أطعّم بنتي ولا تطعيم الصحة ولا تطعيمات إضافية وأحافظ عليها ومش عارف إيه. هتحافظي عليها إزاي عايز أعرف؟ يعني في إنسان في الدنيا يقدر يمنع الميكروبات؟ الميكروبات دي موجودة في الهوا وموجودة في النَفَس بتاعنا. هتقنعيني إن أنتِ ما بتقرّبيش من بنتِك، باباها ما بيجيش يبوسها، ما فيش حد في الدنيا يقدر يمنع الميكروب إن هو يقرّب من الإنسان عمومًا، لكن أقدر آخُد تطعيم يحميني. يعني أنا ما أقدرش أحمي طفلي من الحصبة ولا من الضرن ولا من شلل الأطفال ولا من كل الأمراض المنتشرة. لكن مع ظهور التطعيمات الأمراض دي اختفت تقريبًا، شلل الأطفال خلاص بقى له أكتر من 10، 15 سنة ما فيش ولا حالة اتسجلت، وما زلنا بنحافظ على الإنجاز ده عن طريق إن إحنا بنطعّم الناس لحد النهارده، وعقبال جميع الأمراض إن هي تختفي. لكن ما فيش حاجة اسمها أنا هاحافظ على ابني ومش هادّي له التطعيم. على الأقل، على الأقل ادّي له التطعيمات الإجبارية اللي هي ببلاش. يعني لو مش مقتدرة ماديًا على التطعيمات الإضافية، على الأقل يبقى أخدتِ 70، 80% من التطعيمات اللي المفروض الطفل بياخدها في الصحة مجانًا. لكن فكرة إنِّك هتحافظي عليها ما فيش حاجة في الدنيا اسمها هاحافظ على الطفل عن طريق إن أنا أمنع عنّه الميكروبات ومش هادّي له التطعيمات، ما فيش حاجة اسمها كده. التطعيمات أقوى حاجة بتحمي الطفل على مستوى العالم مش في مصر فقط.